كأس العالم 2022 المغرب. أجيب تعرفوا علاش كأس العالم 2022 من نصيب المغاربة ومن نصيب العرب كاملين. كأس العالم 2022 من نصيب المغرب ومن نصيب العرب كاملين. وشنو علاقة قطر بفوز المغرب بالمونديال؟ كنت مسلم عربي وتحب المغرب وتحب العرب وتحب المغرب يفوز بكأس العالم 2022، اشترك في قناتنا الدينية كي تستمر، وشكرا. أول مرة كأس العالم غيتنظم في دولة عربية إسلامية بامتياز، اللي كتحارب الفساد، كتحارب مخدرات، كتحارب الكحول، كتحارب أي شيء مخل بالآداب والأخلاق. وأخيرا المونديال تنظم في دولة عربية إسلامية، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل القطريين والمسلمين والعرب. يساعد المغرب أن يوصل المونديال وأن يوصل كأس العالم بإذن الله سبحانه وتعالى. دولة قطر دولة إسلامية بامتياز، وما زال الإسلام فيها على أصله وعلى فطرته، وأن الدولة قطر تحارب الفساد بصفة عامة. والحمد لله أن المونديال تفتتح في ملعب في قطر، وافتتح بالقرآن الكريم، افتتح بالدعاء، افتتح بالأحاديث النبوية الشريفة، ولهذا سيكون من نصيب العرب والمسلمين إن شاء الله وبإذن الله سبحانه وتعالى. الحمد لله افتتح المونديال في دولة إسلامية، دولة قطر اللي افتتحت المونديال بالقرآن وبالأحاديث الشريفة النبوية، وهذا دليل على أن المونديال غيكون من نصيب العرب والمسلمين، وغيكون مهدت للعرب كامل. واخا المغرب الكأس العالم غيفوز به المغرب، ولكن غيكون ديال العالم كامل العربي، لأن المغرب هي العالم العربي، تمثل العالم العربي الإسلامي. والحمد لله دولة قطر ما زال فيها الإسلام منتشر كباقي الدول العربية الإسلامية، وافتتحت الملعب بالقرآن يعني وبالدعاء، أكيد غيكون من نصيب العرب والمسلمين، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، ثم من فضل المسلمين والعرب. قطر الدولة الإسلامية وضعت قوانين أدهشت العالم بهذه القوانين الصارمة. مونديال 2022 وضعت مسافة مع النساء، يعني النساء يكونوا بعاد من الرجال بمسافة كبيرة، وحظرت المخدرات ومنع التنانير القصيرة، وإرشادات وضوابط قطرية للوافدين. وهناك ضوابط وإرشادات يتعين على الوافدين والمشجعين اتباعها خلال المونديال. وأولها احترام عادات الدولة الخليجية للمحافظة من لباس لائق، وقيود مشددة على شرب الكحول والعلاقات الجنسية أو المثلية الجنسية. وكل من لم يحترم هذه القوانين الصارمة فإنه يرحل فورا. إذن فوز المغرب سيكون بفضل الله سبحانه وتعالى أولا، ثم بفضلها الدولة وقوانينها الصارمة الإسلامية اللي بقى تحافظ على الإسلام بفطرته. الدولة الإسلامية المباركة اللي افتتحت المونديال بالقرآن ستكون سبب في فوز المغرب بكأس العالم 2022. إذا كنت تحب المغرب وكنت مسلم وتحب العرب وتحب فوز المغرب بالمونديال، اشترك في قناتنا الدينية.